السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. طبعا أنا يعني بقالي فترة ما ظهرتش لحضراتكم، والله مش عارف أقول لحضراتكم إيه، بس يعني أول ما صوتي ظهر كده قدرت إن أنا أطلع مع حضراتكم لايف. فاعذروني في موضوع إن أنا ما طلعتش بقالي كتير. طبعا يعني النهاردة ما ينفعش إن إحنا ما نطلعش، وما ينفعش إن إحنا ما نتكلمش على المهزلة اللي حصلت واللي يعني الماتش السيء اللي الأهلي قدمه. يعني حاجة من أسوأ ما يكون، وحاجة من أصعب ما يكون. مفيش ولا لاعب مركز، اللعيبة كلها خارج نطاق الخدمة. يعني مش عايز بقى حد يقعد يقول لي أصل التبديلات اتأخرت، أصل التبديلات مش عارف إيه. لا، اللعيبة كلها فوق نطاق، خارج نطاق الخدمة النهاردة يا جماعة. ده الشناوي خارج نطاق الخدمة. فما تقوليش أصل التغييرات اتأخرت. التغييرات اتأخرت إيه؟ هو الراجل هيغير كل الفرقة كلها وحشة. الفرقة كلها وحشة. ما فيش حد النهارده تقدر تقول عليه مقدم مستوى جيد. معلول رفع كام رفعة؟ صفر. محمد هاني رفع كام رفعة؟ صفر. طاهر، محمد طاهر عمل ايه؟ صفر. بيرسي تاو صفر. احمد عبد القادر صفر. حسين الشحات ياخد 50 صفر على الكرة اللي في الدقيقة 6 اللي ضيعها قدام الجون. دي مش كرة، يعني دي مش كرة تضيع في ماتش زي ده. مش انت بتلعبش قدام ريال مدريد، ولا انت بتلعب في اجواء يعني كرويه علشان حضرتك تضيع لي كره زي دي قدام الجون. بعد كده نرجع نعيط ونقول اصل محمد شريف، اصل مش عارف ايه. يعني الفرق كلها يا جماعه بتلعب من غير مهاجم، مش شرط يعني. ما انت ريال مدريد لعبتك من غير مهاجم، لعبتك من غير كريم بنزيما وبتكسب. هو يعني لازم المهاجم، لازم المهاجم السوبر؟ لا، مش لازم المهاجم السوبر. ياما لعبنا مهاجم وهمي، ياما لعبنا وكسبنا. بس يعني أزمة التهديف دي بقت حاجة يعني كارثية. يعني مش كل اللعيبة كده بتضيع. يعني حسين يا شحات، الكرة دي جات لك مليون مرة قبل كده وعمرك ما ضيعتها. ايه اللي حصل؟ معرفش، مش قادر افهم. يعني النهارده الراجل في الشوط التاني طلع اخر ما زهق. يعني يعني اللي هو يعني انت في ايه؟ اليو ديانج صفر. اليو ديانج النهارده بيعقد الكور، بيلف حوالين نفسه كتير، الكور بتقطع منه كتير، اللعب مش سهل، بنلعب الصعب. حمدي فتحي، ثلاثة بقى، أنا عايز الثلاثة دول بالذات يعني عليهم علامات استفهام كبيرة جدا. حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد عبد المنعم. الثلاثة دول لعيبة السودان نرفزتهم وعرفت تعمل عليهم ضغط مش طبيعي. الثلاثة طلعوا بره الماتش تماما. كل ما كرة تحصل فاول او اي حاجه، والحكم يروحوا يتخانقوا مع اللعيبه ويروحوا يعملوا حاجات غريبه وخناق وشباك دي كوره يعملها حمدي فتحي قدام الجون. ده يعني لو واحد غشيم ما يعملش البلن ده قدام الجون. لا لا، يعني الفرقه كلها النهارده بلا استثناء زيرو. حضراتكم بالنسبه للجول اللي دخل في الشناوي، الجول ده معروف من الاول في القرعه. طبعا الفرق السودانيه تلعب في الاجواء اللي هي عارفه تلعب فيها، تتعب المنافس. الساعه 3 هم لعبوا القرعه، جات لهم قال لك احنا عايزين جزء الملعب اللي هو اليمين، علشان الشمس لما في الشوط الثاني تروح ناحيه الملعب اليمين تكون في عين الشناوي. في اي كره هتتلعب هتيجي جون، لان هو مش شايف اساسا. كان قاعد بيعمل كده، الشناوي كان قاعد بيعمل كده ساعه الكوره، لو حضراتكم كده ترجعوها كان قاعد بيعمل كده مش شايف الكوره. فطبعا الكوره بسهوله دخلت زي ما حضراتكم شايفين. فده يعني كل ده تخطيطات، ناس فاهمه، ناس عارفه بتلعب في اجواء ازاي، ناس عرفت تنرفز اللعيبه المخضرمه في الاهلي ازاي، ناس عرفت ان هي تاخد الماتش على حجرها ازاي. انا مش عارف، يعني انا مش قادر افهم ايه ده. ولا خط وسط، ولا مهاجمين، ولا الدفاع كان في الشوط الاولاني كان كويس. اتقلب طبعا الشوط الثاني حاجات غريبه. مع اني برضو في الشوط الاول اخر هجمه كانت خطيره ليهم والشناوي مطلعها. يعني انا مش عارف، مش قادر افهم. يعني مع احترامي لفرقه الهلال السوداني دي، انا شايفها الصراحه يعني اقل من اقل فرقه احنا بنلعبها في الدوري. يعني فرقه قليله جدا. الشوط الاولاني ما كانوش عارفين يطلعوا بالكوره، كانت الكوره كل شويه تيجي في رجليهم تطلع بره. احنا فرقه الاهلي بجبروته ده والاسامي دي والدكه وي 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 مش عارفين يعملوا حاجه. مش ممكن يا جماعه، ده مش ممكن. لا لا، ده مش الاهلي اللي لعب النهارده. ده اللي قدامي ده مش الاهلي، مش فرقه الاهلي. لا ده علي معلول،
ولا ده محمد هاني، ولا ده حمدي فتحي، ولا ده اليو ديانج، ولا ده حسين الشحات. لا، الفرقه وحشه 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 بطريقه مش طبيعيه. هتقولي هلعب في اجواء حاره، هقول لك انت ضيعت منك هدف الشوط الاول. الحاجات اللي زي كده، المطوشه اللي زي كده بتخلص بجون يا جماعه. انت مش هتروح هناك في السودان تكسب 5 و6. في ايه يا جماعه؟ مش كده. طبعا انا مش عارف الصراحه يعني كولر هيعمل ايه مع اللعيبه، او كولر ايه هيبقى تصرفه مع اللعيبه. بس يعني مع احترامي لاي حد، ما حدش يطلع يقول لي اصل كولر. لا، معلش معلش، الفرقه كلها وحشه. الفرقه كلها النهارده وحشه. ازيد من 7 لعيبه وحشين. هتقول لي هيغير ال7 لعيبه؟ لا، مش هيغير ال7 لعيبه. هو اقصى تغيير ليه 5. ايه يعني هيعمل ايه يعني؟ ما يعني هتلعب مين؟ طيب قول لي. انت كده قول لي ممكن تنزل مين مكان مين، ومين مكان مين، ومين مكان مين. يعني لو انت حاولت ان انت تلعب في الشوط الثاني، يعني حسين الشحات كان وحش، ماشي. هتنزل مثلا مكانه مين؟ هو الراجل نزل مكانه القندوسي. انا طبعا اتفرجت لحد الدقيقه 70 وقرفت الصراحه وقمت. ما كملتش الماتش صراحه لاني ما عجبنيش. يعني انا اللعيبه توتال كلها ما عجبتنيش، لان عندك الوينجات ما فيش، اللي بيرفعوا ما فيش، قدام ما فيش، في نص الملعب ما فيش. طب انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه يعني؟ ما فيش اي حد تقدر ان انت تعتمد عليه في الماتش كله. يعني الماتش كله زيرو. ما فيش خالص. ما فيش حد تقدر تعتمد عليه. احمد عبد القادر بياخد الكوره يعصلجها ويلف حوالين نفسه وتضيع. كالعاده الكوره يعني في كذا كوره كانت سهله ان هي الاهلي يخلص بيها. ما فيش. الكور بتتعقد، والكور اللعيبه بتاعت الاهلي بتقطعها وتديها لعيبه الهلال. كور قدام الجون ما حدش عارف يخلص. بيرسي تاو. يعني بيرسي تاو ده، يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني كذا مره يجي بيرسي تاو، المفروض ان هو بيضغط على الجون، والجون بتاعهم يعني كان من السهل قوي ان هو يغلط. يعني انت هاجمت كذا مره الجون، والجون يا اما يطلعها في النص فتيجي لعيب من الاهلي يا اما يطلعها على الجنب فتيجي كورنر او تيجي اوت. ما تهجم عليه. يعني انت الشوط الاول كنت لسه عامل هجوم ضاغط. طب ما تهجموا يا جماعه على المثلث اللي قدام ده. انتوا مش عارفين تهجموا عليهم. لا، يعني النهارده كان الاهلي كان وحش. ده اللي انا اقدر اقوله ملخص، ان اللعيبه كلها كانت وحشه. مفيش لعيب اقدر اقول عليه النهارده ان هو يعني عمل حاجه النهارده. بغض النظر عن يعني الشوط الاولاني، بس هم ما كانوش ليهم وجود في الشوط الاولاني. فرقه الهلال ما كانش ليها وجود خالص في الشوط الاولاني. الشوط التاني بداوا يهاجموك وبداوا يعملوا، يعني هم اعتمدوا على ان الحكم اي وقع عليهم بفاول. اخد فاول من قدام من وش عفوا، من قدام الجون. الكره طلعت فوق. بعد كده اخد الفاول اللي في الجنب، اللي كان الشناوي عمل كده ومش شايف، راح جايبها جون. فالمطوشه بتخلص كده. المطوشه اللي زي كده بره في السودان وفي الفرق الحتت اللي هي اللي شبه السودان، تنزانيا والجنب ده، يعني اللي هي فيها الشمس كده، بيلعبوا الساعه 3 عشان يهدوك. هي بتخلص كده. ضحكوا عليك وكسبوك 1-0. كنت انت في الدقيقه 6 كنت هتجيب 1-0 وشكرا، وترص اللعيبه قدام الجون. فيعني انا مش عارف ايه اللي حصل. مش قادر افهم. الراجل عصام الشوالي كان بيقول لك الاهلي بطل يدافع وبقى بيهاجم وبقى بيلعب بهجوم كاسح. بس مش ده برضو الهجوم الكاسح. يعني انت كولر، مع احترامي ليه وكده، بس اللعيبه النهارده خذلته. يعني معلش، انا النهارده متحامل عليه بقى اكتر، لان فعلا اللعيبه خذلته. انت بتلعب ب6 7 هجوم. المفروض ان هم يعملوا الهجوم اللي انت طالبه، والهجوم المعتاد بتاع النادي الاهلي. مفيش ولا لاعب كان في الفورمه النهارده. صفر. احمد عبد القادر صفر. الجنب التاني هو وطاهر مع محمد طاهر. الجنب بتاع الشحات صفر. الشحات جيله كرة قدام الجون، بيلن قدامه كده، يعني الجون مفتوح. يعني لو شاطها الناحيه دي جون، لو شاطها صح هنا جون.
ضيعها. عفوا يا جماعه. بعد كده برضو كرة لحمدي فتحي من نص الملعب. طبعا حمدي فتحي مش مركز اساسا، يعني حمدي فتحي كل اللي مركز فيه الخناق مع اللعيبه، الخناق مع اللعيب ده شويه، الخناق مع اللعيب ده شويه، الزق، الضرب، الكلام العبيط اللي هو خرج بيه بره الجيم خالص. ما فيش خالص اي حاجه. مش لعيب زي حمدي فتحي، يعني مش لعيب برياله هو علشان اللعيبه بتاعت السودان تزقه ان هو يطلع بره الماتش وينفعل بالطريقه دي. هو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر الثلاثه شغالين خناق مع لعيبه السودان. يعني انتوا لو لعيبه بالرياله ما يحصلش فيكم كده، يعني ما حدش يعمل كده، وما حدش يجاري اللعيبه في الخناق عشان تطلعوا بره الجيم. الجيم كان سهل، والجيم كان في ايدينا، والفرقه لا ترتقي ان هي يعني تلعب حتى في دوري المظالم. فمش عارف، مش قادر افهم، يعني حاجه يعني كانت تنرفز، وحاجه كانت يعني مقرفه. الفرقه كلها مقرفه، يعني انا لو من كولر الصراحه الفرقه دي ما بتلعبش تاني. يعني حط بقى، هات الفرقه البديله، هات التشكيل التاني، شوف لك 2 3 كده تعتمد عليهم وقعد الباقي. انا من رايي كده. يعني عندك ما شاء الله الفرقه فيها كتير. طاهر، انا شايف طاهر محمد طاهر خلاص ما ينفعش خالص، ملوش اي وجود. احمد عبد القادر بيرقص، هيفضل يرقص بالطريقه دي، يتنيل يقعد دكه. علي معلول مفيش رفعات خالص، بيلعب ثابت ورا بس، يفضل ثابت ورا بس هو بقى، ومحمد هاني بدل ما هم مش عايزين يرفعوا الاثنين يفضلوا ورا، ويجي اثنين بقى قدام وينجات محترمه تلعب. اذا كان ده لا ده رفع احمد عبد القادر، ولا ده عرض حسين الشحات، ولا ده عرض ولا ده عرض، خلاص تقعدوا انتوا الاثنين ونقعد ونجيب مكانكم اثنين، مفيش ادنى مشكله يعني. بيرسي تاو مش عارف يضغط جامد على الجون، كان ممكن يغلطه كذا مره. فيعني مش عارف يعني. وبيرسي تاو برضو الكور بيستقبلها بيضيعها، الكور اللي بتجيله بيقعد يتحنجل فيها ويلف بيها ومش عارف ايه، ضاعت منه. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ نص الملعب كذلك اليو ديانج يمسك الكرة يقعد يلف بيها لحد ما تتقطع منه. يقعد يلعبوا لعب تعاوني. الشوط الاول كان ماشي كده لعب تعاوني، انا بقطع وده يقطع، انا اقطع وده يقطع، انا اقطع وده يقطع. في ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ واحنا بنلعب فين؟ مركز شباب الحبانيه ولا بنلعب فين؟ احنا بنلعب في دوري ابطال افريقيا يا جماعه. ايه ده يا جماعه ده؟ يعني انا مش قادر اتخيل السيناريو بتاع النهارده. يعني انا اسوأ مباراه للاهلي شفتها في حياتي هي المباراه دي، لدرجه ان انا في الدقيقه 70 سبت الماتش وقمت من كتر يعني المباراه وسوءها. مفيش كرة سالكة، مفيش كرة ملعوبة، مفيش كرة، مفيش غير الكرة اللي هي في الدقيقة 6 اللي لو كانت جت كانت خلصت الماتش ده. كانوا انهاروا، كانت اللعيبة دي انهارت، لأن هم أساسا كانوا منهارين. هم أساسا ما كانش عندهم هجوم، احنا كنا ضاغطين عليهم الشوط الأول، كنا ضاغطين عليهم جامد، وهم ما كانوا ما عندهمش أي يعني هجوم يحسب. اللهم الكرة اللي جت في آخر دقيقتين بتاع اللي الشناوي طلعها بس. انما الجون الشوط الثاني يضحكوا عليكم بالطريقه دي؟ لا يعني الشوط الثاني ضحكوا عليكم، ضحكوا عليكم ولبسوكوا فاولات ولبسوكوا بلن ولبسوكوا بتاع ده فاولات. كل ده عشان خلاص التركيز ضاع. ثلاثه بتوع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وطاهر، الثلاثه بيشتبكوا مع اللعيبه من الشوط الاول، خلاص طلعوا اوت في المود خلاص. معلش هنعمل ايه يعني، ربنا يسهلها كده. يعني طبعا النهارده هنتهري تحفيل طبعا من الزمالك، وهنتهري تحفيل طبعا. يعني احنا بقالنا قرن اهو عمالين نحفل عليهم وخسرانين من شباب بوليسداد، ومتعادلين مع امبارح المريخ. واحنا اول ماتش يعني المفروض ان احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم في دوري المجموعات خسرناه من الهلال. يعني فضحتنا هتبقى بجلاجل النهارده، ومش هنخلص قرف، ومش هنخلص تحفيل النهارده بسبب الاستهتار، وبسبب الكلام العبيط اللي حصل. بس يعني الواحد في الاول في الاخر عارف ان الاهلي لما بيقع بكبوه زي كده، او بيحصل مشكله زي كده، عارفين ان كاس العالم للانديه لازم يبقى يعني في كبوه بعد كاس العالم للانديه. لعل وعسى دي تبقى يعني ايه
الكبوة اللي تفوق الدنيا كده، والراجل كولر يعرف يعيد حساباته تاني، لان لسه عندك ماتش اسوان برضو في ميعاد منيل زي ده كده الساعة 3 كمان كام يوم، يوم التلات تقريبا او الاربع. فيعني ربنا يستر والماتش اللي جاي ده كمان يعدي على خير، لان برضو يعني الدوري مهم. فربنا يستر يعني ان الدنيا تتعدل كده، ومنتظرين نشوف الراجل هيعمل ايه. طبعا يعني واثقين فيه لان هو راجل مخضرم. للاسف الشديد ان كده يعني دي تاني هزيمه ليه او تالت هزيمه ليه من ساعه ما جه. فيعني بدأنا نتخوف كده شويه، بس يعني اعتقد ان هو مش زي بقيه الناس التعبانه يعني، او زي بقيه المدربين التعبانين. اعتقد ان هو هيفوق اللعيبه وهيعتمد على اللعيبه اللي قاعده دكه. لسه عندنا الضو كريستو، ولسه عندنا قندوسي، ولسه عندنا برونو سافيو. لسه في كتير يعني ان احنا ممكن ان احنا نعمل، وخالد عبد الفتاح وعندنا الاخ التاني برضو مروان عطيه. لا لسه في كتير. فربنا يسهل كده وان شاء الله يعني نقوم من الكبوه دي بسرعه، و... وان شاء الله ربنا يكرم. ان شاء الله هنتقابل مع بعض تاني في حلقة جديدة كده، نكون هدينا من الماتش ده، لان الماتش ده يعني كان صعب قوي، وكان الواحد مشدود فيه. ان شاء الله نتقابل بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم، ونلتقي غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.